اهلا بكم مشاهدي اخبار الكوره في كل مكان. النهارده معانا خبر عن زلزال رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي وتعيين خالد بيبو مديرا للكره بدلا منه. اعرف كل ده بس بعد الانترو حط لايك ما تنساش. واحنا النهارده معانا خبر زلزال رسمي لم يتصوره اي شخص او اي عقل. رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي لم يتخيله اشد المتشائمين للنادي الاهلي، والقرار كان هو رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي، عن منظومة كرة القدم أو عن فكرة كرة القدم في النادي الأهلي، فرقة كرة القدم في إدارة النادي الأهلي. أقدر أقول لك حاجة واحدة، إن الصورة اللي كانت متخيلها بعد ما شفنا صورة كابتن خطيب مع المدربين الأجانب اللي في جهاز الراجل، هو ده اللي قاعد الراجل مارسيل كولر يعني. البدء كان بالدكتور أحمد أبو عبلة، والأهلي يقرر تعيين وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين بعد تعيين خالد بيبو مديرا للكرة في النادي الأهلي. شاهد كلام سيد حفيظ بعد رحيله عن منصب مدير الكرة. الكابتن محمود الخطيب يؤكد لسيد عبد الحفيظ تقديره للدور الكبير الذي قام به مع الفريق وبذل جهد كبير معاه، ويعرض عليه الترشح لشركة التخطيط أو انضمام لجنة الكرة في النادي الأهلي. حالة غضب كبيرة بين جماهير النادي وانتقادات كبيرة لإدارة النادي الأهلي. حالة غضب كبيرة بسبب إقالة الكابتن، توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه بسبب إنه فشل في قطاع الناشئين. خالد بيبو مسؤول في النادي الأهلي يؤكد إن ما حدث ليس له دخل فيه حسام غالي، وإن ما حدث كان بيد الكابتن محمود الخطيب وهو رؤيته، وكابتن محمود الخطيب لتطوير إدارة الكرة والاستعانة بسيد عبد الحفيظ في اللجنة الفنية للكرة أو شركة الأهلي. لاعبي الأهلي لم كان يعرفوا إن سيد عبد الحفيظ يرحل عن النادي الأهلي، والقرار ده طلع ليه بسبب مشادة بين سيد عبد الحفيظ ومسؤولي النادي الأهلي في إن هو سيد حفيظ اتخذ قرار ب 300 ألف جنيه، والمسؤول كان عاوز إن حسين الشحات يطلع إعارة بسبب اللي حصل في مباراة الأهلي وبيراميدز اللي فاتت. فحصل مشادة ودافع سيد عبد الحفيظ عن قراره جامد جدا، ومما أدى إلى إنه دفعوه إن هم للغرامة، للإقالة عفوا. وقعد سيد حفيظ يدافع عن حسين الشحات يقول دي شدة ملعب عادية والكلام ده، فدوت اللي خلى مسؤولين النادي الأهلي إن هي تقيل سيد حفيظ. على فكرة أنا قلت لك من سنة إن كابتن سيد حفيظ هيعملوا له إقالة، وكنت تعيين الفكرة كانت تعيين كابتن محمد فضل، عشان تبقى عارف واخد بالك من كل حاجة. ليت لايك واشتراك في القناة، احنا بنقول لك الحاجة من قبل ما تحصل، لان احنا بيبقى عندنا معلومات عاوزين نفيد بيها حضرتك كمشاهد، وانت تفيدنا بقى باللايك والاشتراك في القناه وترفعوا رينج القناه ويبقى مليون مشترك. وعلى فكره سيد عبد الحفيظ لم يرحل بسبب الحوار اللي طلعوا مع مهيب عبد الهادي قبل كده، اللي هو طلعوا قبل كده عادي، ما الناس كتيره بتطلع مع المذيعين في البرامج، واي تصريح بيطلع عادي يعني، وبيرجعوا يشتغلوا شغلهم عادي، وناس كتيرة بتختلف على الآراء يعني عادي. واصلا الكلام ده مش صحيح، لان سيد حفيظ لما بيطلع في التلفزيون بيبقى مستأذن من كابتن محمود الخطيب انه يطلع في التلفزيون، بس لان هو الكابتن محمود الخطيب مسؤول عن كرة القدم في النادي الاهلي. في كلام بقى سخيف هيتردد في الفترة اللي جاية ان سيد حفيظ بقى كان معين قرايبه وعماله وكده في النادي الاهلي، وده كلام عاري تمام من الصحة، بنقول لكم من دلوقتي. وفي الجهاز الطبي والاداري والكلام ده مش عارف ايه. واحد قال لي على معلومه ان سيد حفيظ العقوبات اللي بيتخذها في المباريات، ان عقوبه محمد الشناوي بعد مباراه سموحه اللي هي 200,000 جنيه، وعقوبه عبد المنعم بعد مباراه الكاس، واحمد عبد القادر 400,000 جنيه. واللي جاب الامر ده اكتشف ان العقوبات دي للاعلام ولا تنفذ على ارض الواقع. سالنا احد الناس المسؤولين في النادي الاهلي وقالوا لنا ان الكلام ده غير صحيح وهجس، وقال لي ان بياخد قرارات كابتن سيد حفيظ وبيرفعها بعد ما بيعرضها لجنه الكوره، مش بياخدها لوحده كده. بكده نكون قلنا لكم كل حاجة عن الكابتن سيد عبد الحفيظ. ما تنسوناش في لايك للفيديو وتوصيل 300,000 لايك، واشتراكات في القناة بقى كتير، عاوزكم ترفعوا لي القناة بالله عليكم.